وليس من الحكمة أن يمسكوا زمام الأمور حتى في البريغا أو كل ليبيا طبعا، وسيتم تسليحهم من قبل الولايات المتحدة. هل ستسلح الولايات المتحدة هؤلاء الثوار، حيث نسمع الآن تقارير عن ذلك، وبذلك هم يساعدون القاعدة كما تقول في التحكم بليبيا؟ بشكل كبير. لماذا؟ الولايات المتحدة لا تستطيع أن ترسل قوة برية أمريكية، حيث أننا موجودون في أكثر من مكان. أنا أعني الحكومة الأمريكية بكل هذه المغامرات الإمبريالية والحروب البغيضة في أفغانستان والعراق وباكستان، وبدل أن يرسلوا قوات برية فهم يستخدمون القاعدة التي أصبحت القوات البرية للمشروع الإمبريالي الأمريكي، والتي قد تتحول ضد الأمريكيين في النهاية. طبعا فلا يمكن الاعتماد عليهم، فهم جماعة غير متجانسة. فإذا نظرت إلى القاعدة فهم مثل بركة، ومن يوجد في البركة هناك المتطرفون والمختلون والمجرمون والمرتزقة والعملاء المزدوجون. لماذا إذا ذهبت الولايات المتحدة إلى ليبيا في المقام الأول، إذا كانت واشنطن تعرف أن القاعدة هي من تحارب هناك وقد تتحول ضدهم؟ لنبدأ من الربيع العربي. ما هو؟ لقد بدأ الربيع العربي من ويكيليكس، وهو مشروع أعتقد أنه بدأ في البيت الأبيض تحت أوباما بمساعدة كاتسنستاين وآخرين من مؤسسات ومنظمات. وقد وقعت الولايات المتحدة في مأزق، وهو أن كل دولة في الشرق الأوسط تسعى إلى التحرر من سيطرة الإمبريالية الأمريكية. فقد توجه البعض نحو إيران مثل مبارك، وآخرون نحو الصين والسعودية العربية، مثلا نحو روسيا من خلال مسؤولين حول الأمير بندر. القذافي نفسه قام بذلك، فقد استعان بالروس لبناء الطرق والأسلحة الدفاعية المضادة للطائرات، وكان لديه عمال صينيون كما كان في الجزائر، وهناك الكثير من الأمثلة. فالجميع يريد التخلص من سيطرة الولايات المتحدة. لذا قالت وزارة الخارجية الأمريكية ووكالة الاستخبارات الأمريكية إنه إذا لم تطعنا دول الشرق الأوسط فسوف ندمرها جميعا. لذا فكل ما يحصل هو مشاريع لزعزعة الاستقرار وليس ثورات، فهي تمرد أثارته وكالة الاستخبارات الأمريكية وMI6 والفرنسيون ومؤسسة الصندوق الوطني للديمقراطية. ومعظم ما حصل كان مثل انقلاب القصر. على سبيل المثال مصر، فما حصل هناك هو انقلاب من القصر مع بعض الممثلين في الشارع الذين قاموا بتظاهرات وأدوا بعض المشاهد، أي أن ما حصل كان انقلابا بدعم من الولايات المتحدة. والولايات المتحدة ترسل الآن أسلحة إلى ليبيا إلى أعضاء القاعدة بمساعدة الحكم العسكري المصري الجديد. وهناك قوات خاصة على الأرض في ليبيا، قوات أمريكية بريطانية فرنسية تم إرسالها قبل أكثر من شهر، ويمكنك القراءة عن هذا في صحيفة الباكستاني Observer. لذا لا أعتقد أن ما حصل كان ثورات، لكننا رأينا الملايين تخرج إلى الشوارع تنادي بالحرية والديمقراطية. لا أعرف إذا كان العدد ملايين، فإذا نظرت من خلال كاميرات الجزيرة في مصر قد يتخيل المرء ذلك، ولكن لا أعتقد أنه كان أكثر من 100,000 شخص في الشوارع. فقد كان هناك الإنترنت الذي لعب دورا، وشباب مصر الذهبيين من شمال القاهرة، وعندما أرادوا أعدادا أخرى أحضروا الإخوان المسلمين. ويجب أن نكون واضحين هنا، فالولايات المتحدة والإخوان المسلمون في تحالف مع بعضهما في أرجاء العالم ضد كل الحكومات العربية والإسلامية، والذي هو طبعا جزء من أيديولوجية القاعدة التي تقول أن كل حكومة غير شرعية لأنها ليست حكومة خلافة. بالنسبة للقذافي فلديه مزايا خاصة، فليبيا هي الدولة رقم 53 على قائمة الأمم المتحدة للتطور، فهي أكثر دولة متطورة في إفريقيا. وقد قام القذافي بتوزيع ثروة النفط على شعبه بطريقة أفضل من أي دولة أخرى، ولكن ومنذ عام 2003 بدأ بالاندحار وارتكب خطأ فادحا، فقد سمح لصندوق النقد الدولي بالدخول إلى ليبيا وبإملاء الشروط لخصخصة الشركات الليبية، وكان هذا خطأ، فقد ارتفعت البطالة من 0 إلى 20% بفضل صندوق النقد الدولي، وهو ما حصل في مصر والمغرب والأردن ودول أخرى.
لذا فقد بعضا من مزاياه، كما أن القذافي يمثل بشكل أو بآخر صدى حتى ولو بشكل بعيد للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ولديه رؤية إفريقية. وطبعا الثوار في طبرق ودرنا وبنغازي ضد الأفارقة بشكل كبير، وهم متهمون بارتكاب جرائم وقتل أناس من تشاد ومالي، كما توجد قبائل من الجنوب الغربي الفزان وكثير منهم سود، وإذا دخل الثوار إلى منطقتهم ستحصل إبادة ضدهم وضد قبائل أخرى مثل القذافة والوفالة والمقرحي. تتحدث عن قبائل، وكل ليبيا يحكمها قبائل، والقبائل هي التي تقرر كل شيء هناك، بما في ذلك ما يحصل مع قذافي. لننظر إلى أسباب زعزعة الاستقرار الأربعة في ليبيا. القبائل دعمها البريطانيون، وهي قبائل ملكية وتساند الملك إدريس، وهم حاقدون ويحبون السلطة لأنهم فقدوا الملكية. وتلك المرأة من قبيلة العبيدات التي ادعت أنها اغتصبت هي من قبيلة العبيدات. هذا يثير أسئلة كثيرة حولها. الأمريكيون يحضرون ويساندون القاعدة، الفيلق العربي التابع لوكالة الاستخبارات الأمريكية، وأيضا جبهة الخلاص الليبية التي كان يعيش أعضاؤها ل20 عاما في شمال فيرجينيا، ويوجد شخص اسمه حفتر، ويوجد أيضا العسكريون حول مسماري الذي كان سلم إلى الفرنسيين، حيث تم التأثير عليه هناك من قبل جهاز الاستخبارات الفرنسية الخارجية. وهؤلاء هم العوامل الأساسية هناك، عامل بريطاني و2 من CIA ورابع فرنسي من أجل زعزعة الدولة. لماذا تريد واشنطن زعزعة الاستقرار في هذه الدول؟ ليس فقط في ليبيا ولكن أيضا في تونس ومصر والأردن وسوريا، والبعض يرى أن بعض الأنظمة موالية للولايات المتحدة. ليست موالية بشكل كاف، ففي الخريف الماضي هاجم القذافي المزايا التي تحصل عليها شركات النفط الأمريكية لتحل مكانها شركات روسية وصينية، فيما سيبقي على الإيطاليين. أما مبارك فقد قيل له في عام 2009 أن هدف الولايات المتحدة هو خلق جبهة سنية مع إسرائيل، وهذا يعني مصر والسعودية والإمارات ويمكن الأردن أيضا مع الإسرائيليين، تحت غطاء نووي أمريكي ضد إيران وسوريا وحزب الله وحماس، أي ضد جبهة الممانعة. ومبارك رفض. مبارك أيضا لم يقبل بوجود قاعدة أمريكية في مصر، وأرادت منه الولايات المتحدة أن يرسل قوات إلى أفغانستان ورفض، كما طلبت منه إرسال قوات إلى العراق ورفض أيضا، ولم يكن لعبة بأيديهم يفعل ما يشاءون تماما مثل القذافي. لذا قالوا إنه مستقل وسيتم سحقه والتعامل مع غيره. اليمن أيضا، فمن أرسل قائدي الثورة هناك الولايات المتحدة طبعا، حيث الكثيرون منهم أعتقد كانوا معتقلين في غوانتانامو، واسم واحد منهم على ما أظن الشيري من السعودية العربية الذي أرسل إلى اليمن. وطبعا هناك أنور العولقي، وهو عميل مزدوج للولايات المتحدة وقائد كبير في الثورة هناك، وكلهم يريدون التخلص من صالح. والهدف الأساسي من كل هذا هو تقسيم البلاد إلى شمال وجنوب، وقد فعلوا ذلك في السودان وفي صربيا أيضا، حيث استقلت كوسوفو من خلال محكمة جنائية، وليبيا شرق وغرب. وتخيلي لو حصلت دولة جديدة بها الكثير من عناصر القاعدة على الأسلحة والأموال المجمدة بقيمة 32 مليار دولار وعوائد النفط. هذه وصفة لجنكيز خان ضد كثير من الدول. لذا من المهم لمن لا يوافقون على ما يحصل أن يطالبوا الحكومة الأمريكية بتوضيح ما تفعله هناك، فهذه حماقة غير محسوبة. ألم تتعلم الولايات المتحدة أي شيء من تجربة أفغانستان؟ فقد سلحت أناسا هناك، ثم انتشر الإرهابيون في العالم. رأينا أيضا ما حصل في العراق. برأيك مصلحة من يخدم كل هذا؟ تحاول الإمبراطورية الإنجلو أمريكية أن تحافظ على نفسها، بينما هي في الواقع تنهار. انظري إلى العالم العربي ماذا يقولون عنه. نريد تجارة حرة وسوقا مفتوح، وشروط صندوق النقد الدولي، وموافقة واشنطن، ورفع الرقابة والقيود والخصخصة والقضاء على الاتحادات. بالنسبة للصين فهي الوسط، فهناك التطور الاقتصادي وعدم اهتمام بالسياسة الداخلية هناك.
والروس نفس الشيء، وتريدهم واشنطن للأمن، أي أننا نريد الصين للتطور الاقتصادي وروسيا للأمن. وهناك العراق، فالولايات المتحدة تحتل العراق ولا يمكنهم فرض لعبة علاوي، لأن الحكومة تساند المالكي ذي التوجهات الإيرانية، وهذا يظهر مدى الضعف. وأيضا في أفغانستان المحتلة أيضا من قبل الولايات المتحدة، كارزاي لعب بورقة الصين، فقد ذهب إلى بكين، لذا هرع أوباما إلى هناك لإبقائه تحت السيطرة. واشنطن تحاول عمل علاقات مع الصين والرحلة الأخيرة إلى روسيا، وهذا يظهر مدى ضعف الإمبراطورية. إذا لم تستطع السيطرة على أفغانستان والعراق، وإذا لم تستطع منع وقوع لبنان تحت سيطرة إيران من خلال حزب الله، فما قوة هذه الإمبراطورية؟ ولذا قالت وكالة CIA أن جميع الدول يجب أن تقع، ويجب تدمير كل